كلنا محتاجين للفلوس. كل الناس بلا استثناء محتاجة للفلوس عشان تعرف تعيش حياتها بشكل طبيعي جدا. بس المشكلة فينا بقى ان احنا بندور على الطريق من قبل ما نعرف مكان الفلوس فين. احنا بندور على الوسيلة اللي هتاخدنا للمجهول، احنا مش عارفين احنا رايحين فين. لازم نعرف المكان الاول اللي موجودة فيه الفلوس وبعد كده ندور على الطريق. ده الشكل المنطقي للوصول للفلوس. طيب قبل ما اقولك على مكان الفلوس فين، تعالى نتفق على شوية مفاهيم مع بعض. تفتكر لما الناس تحب تعمل مشروع او تحب تعمل بيزنس بتعمل ايه؟ بتفكر في ايه؟ ايه اول حاجة بتيجي في بالها عشان تقدر تعمل البيزنس ده؟ في ثلاث قطاعات او ثلاث اقسام او ثلاث اجزاء لاي بيزنس. البيزنس متقسم على الثلاث اجزاء دول. اول قسم او اول جزء اللي هو القطاع الخدمي. القطاع الخدمي ده زي ان انت مثلا راجل محامي، راجل محاسب، راجل دكتور، بتقدم خدماتك للناس وفي المقابل بتاخد مقابل مادي، مقابل مالي. طيب القطاع التاني من البيزنس اللي هو القطاع التجاري. القطاع التجاري ده انت راجل رحت المصنع بينتج موبايلات مثلا، اشتريت كمية معينة بسعر معين، سعر الشراء، وبعد كده بدأت تبيع الموبايلات دي بسعر البيع وبتكسب من هامش الربح. هو ده القطاع التاني من البيزنس. اخر قطاع والجزء الاخير اللي هو القطاع الصناعي. القطاع الصناعي ده انت راجل بتنتج المنتج ده. انت بتروح تشتري المادة الخام وبعد كده بتحول المادة الخام دي لمنتج الناس بتستهلكه والناس بتشتريه. هي دي ثلاث قطاعات البيزنس اللي معروفة واللي متفق عليها. كده احنا عرفنا التقسيمة ماشية ازاي عشان نعرف لما نيجي ندخل اي بيزنس او نيجي نفكر في اي مشروع تجاري نبقى عارفين راسنا من رجلين، عارفين ان المشروع بتاعنا ده مشروع تجاري بحت، هنشتغل في منتج معين نعيد بيعه، ولا حتى هننتج احنا المنتج ده ويكون قطاع صناعي او القطاع الخدمي. طيب عشان خاطر احنا بقى ما عندناش راس مال كفاية، ويا دوب اللي حوشناه ويا دوب اللي ادخرناه مبلغ صغير مش هنقدر نغامر بيه، لا راس مال موجود عندنا يكفي المغامرة ولا حتى الخبرة الكافية اللي نقدر ننجح بيها وننجح المشروع بتاعنا. فاحنا هنبتدي بالقطاع الخدمي الأول. لازم نتفق على حاجة معينة، إن كل الناس عندها خدمة معينة ناس تانية محتاجاها. أنا دلوقتي راجل محامي، اتبهدلت في المكاتب والمحاكم ورايح جاي ومشاوير من ساعة ما اتخرجت. عندي خبرة كافية إن هي تتباع، إن هي أقدمها للناس والناس تدفع عليها مقابل مادي. في ناس مش واثقة في نفسها بتقول لك لا أنا قدامي كتير جدا على بال ما أنا أقدر أقدم الخدمة للناس. مين قال لك كده؟ مش كل الناس طالبة مستوى معين من الخدمات. في انا دلوقتي عندي مشكلة بسيطة بس قضية بسيطة، محتاج محامي مش بالمستوى المحترف، محتاج محامي مبتدئ، محتاج محامي في المستوى المتوسط. انا راجل محاسب بقدم خدمات محاسبية. انا راجل دكتور، مش شرط اكون خبرة 50 60 سنة عشان خاطر ان انا اقدر ابيع خدماتي. لا، انت بمجرد حتى ما تدرس وبتتخرج بتقدر ان انت تقدم خدمات، ولو حتى لو فرضنا ان انت بتشرح لزمايلك. في ناس فعلا في الجامعات وانا كنت بعمل كده وفي ناس كتير اعرفهم بيعملوا كده، ان هم بيذاكروا لاصحابهم بيذاكروا لزمايلهم وبياخدوا مقابل مالي. كان في ناس بتكتب المذكرات او بتكتب الشرح او الملخصات وبتبيع الملخصات دي وبتبيع المذكرات دي لزمايلها بمقابل مادي بسيط جدا، وناس بتشتغل في الخدمات بتاعتها. فاول قطاع ان احنا هنبتدي بيه القطاع الخدمي. ايا كان انت وظيفتك ايه، انت لازم تكون بتفهم في حاجة معينة، عندك مستوى إلى حد ما يكون مستوى فوق المبتدئ شوية تقدر تبيع الخدمة دي. يا راجل ده حتى البنك يندرج تحت القطاع الخدمي. البنك بيقدم خدمات، مقابل الخدمات دي هو بياخد مقابل مالي وبيكسب فلوس. مثال تاني للراجل اللي اتعلم برمجة، هو بعيد جدا عن كلية حاسبات ومعلومات أو هندسة كمبيوتر، لكن إن هو حبه للبرمجة واتعلم برمجة من المصادر المجانية أو حتى المصادر المدفوعة، وبدأ يقدم خدمات البرمجة بتاعته. مش شرط إن هو يكون مستوى المحترفين خبرة 10 15 سنة، مش شرط. هو بمجرد ما بدأ الطريق، مجرد ما اتكونت عنده خبرة ولو حتى بنسبة 15 20%، بدأ يبيع الخدمات دي كلها. كباتن الجيم حبايبنا اللي بيروح يتعلم عشان خاطر يبني جسمه بشكل سليم وبشكل رياضي ويكون بني آدم صحي ورياضي، ويروح يبيع الخدمات بتاعته على إنها برامج تغذية أو برامج تدريبية وبيكسب فلوس كويسة جدا. بس إن هو قدم قيمة حقيقية للناس. لازم تقدم قيمة فيها فعلا مصداقية للناس. عشان كده إن الفلوس مع الناس لازم تخرج من جيوبهم إلى جيبك بشكل سليم وبشكل حقيقي وبشكل مشروع، لان هي دي الفكره اللي متفق عليها من كل البشر.
انا في جيبي فلوس، انا محتاج خدمة معينة، انا راجل دلوقتي محتاج ان انا اروح لدكتور معين، فانا عارف ان انا هدفع مقابل الخدمة دي، فبدور على دكتور معين بخدمة معينة، لقسم معين، اخصائي او حتى استشاري او حتى دكتور مبتدئ، ومقابل الخدمة دي ان انا بديله الفلوس. انا راجل محتاج للحسابات بتاعتي، محتاج ان انا حد يظبط لي الحسابات بتاعتي، فبروح لمحاسب يظبط لي الحسابات بتاعتي وادفع له المقابل ده. انا راجل محامي، انا راجل سباك، انا راجل حداد، انا راجل نجار. كل القطاع الخدمي هو انك تقدم خدمة وانك تعرضها للناس، والناس هتجيلك تشتري الخدمة دي بمقابل مادي. بس اهم حاجة انك تقدم قيمة حقيقية للناس وما تخدعش الناس. فاللي انا عايز اقوله لك ان مكان الفلوس هو في جيوب الناس، مش في البنك. الفلوس مش في البنك، الفلوس مع الناس. انت عشان خاطر تاخد الفلوس دي من الناس بطريقة مشروعة وطريقة متفق عليها من كل البشر، طيب انت دلوقتي عشان خاطر تدور على الطريق ده لازم تعرف البني ادم اللي معاه الفلوس ده هو محتاج لايه، ايه المشاكل بتاعته. فانت لازم تدور على حل المشكلة. حل المشكلة لازم تدرس البيئة اللي حواليك، لازم تعرف الناس محتاجة ايه، المشاكل بتاعتها، وتوجد لها الحل. والحل ممكن يكون بسيط، ممكن يكون الحل مثلا ان انا طالب مثلا زميلك عندي صعوبة فهم في مادة معينة، فدي مشكلة، انت عندك الحل بتاعها، انت شاطر في المادة دي، فتروح جاي مديني درس صغير كده كام حصة قبل الامتحان وتاخد مقابلها فلوس، وكده يبقى انا خرجت من المشكلة بتاعتي، انت حلت لي المشكلة بتاعتي وانت كمان اتحلت مشكلتك. المشكلة اللي عندنا واللي عند معظمنا ان احنا بننصح الناس، وبننصح جميل جدا جدا، وبننصح بشكل قوي جدا وبشكل صادق جدا، لكن مش بنعمل بالنصيحة دي. احنا شاطرين في نصايح الناس لكن مش شاطرين في نصايح نفسنا. وده فعلا دي حاجة كويسة. ليه بقى؟ لان انت لما تنصح الناس انت لازم تعرف ان انت كده بتديلهم الحل لمشكلتهم، فانت مشكلتك دلوقتي انك تجيب الفلوس عن طريق الحل او عن طريق المشاكل بتاعت الناس. مشكلتك حلها عند حد غيرك، دور على مشكلتك، اعرف مشكلتك فين، شوف الناس اللي حواليك الحل بتاع مشكلتك موجود عندهم، والحل بتاع مشاكل الناس موجود عندك. دور على الحاجات دي كلها وهتعرف تجيب الفلوس ازاي، وهتلاقي الفلوس جاتلك بشكل تلقائي بمجرد ما حتى انت عرفت الطريق. هتلاقي نفسك استمريت، وهتلاقي نفسك ان شاء الله وضعك المالي اتحسن وطريقة تفكيرك كمان اتغيرت. انت ما تدورش على مشكلتك وتفضل تفكر في حل مشكلتك، انت حل مشكلتك عند حد تاني. ده اللي انا قدرت اوصل له، وده اللي فعلا اللي فرق معايا في وضعي المادي، ان انا شفت مشاكلي، شفت حلها عند ناس تانية، رحت طلبت منهم الحلول ودفعت ثمن الحلول دي، وهم كمان لما جم طلبوا حل للمشكلة بتاعتهم لقوا الحل عندي انا، ورحت جاي مديلهم الحل واخدت منهم المقابل المالي، وبرضا نفس وبسلامة نية، والحمد لله وبارك الله فيما رزق. وانت كمان ربنا يوسع رزقك. والسلام عليكم.